السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا اليوم وصفه الميني بيتزا. غادي تشوفوا الوصفه بزاف شابه بنينه وسهله. في صلادي درت 500 غرام من الفرينه، درت 100 ملل من الحليب، 50 ملل من الزيت، ضفت لهم بيضه واحده، مغرف كبيره نتاع خميره الخبز، قليل من السكر وقليل من الملح. نخلطوا كلش ونضيفوا الماء اللي يكون دافئ تدريجيا الى الخليط نتاعنا باش نلموا العجينه. وفي الاخير راح نضيف اعشاب التنسيم اللي هما لي زاو دو بروفنس، ولا نقدروا نديروا لو روماران، ولا نقدروا نديروا ايضا اي عشبه بغيتوا ديروها. راح نعجنوا العجينه تاعي مليح حتى تولي لي ملسه، يعني تكون شويه طالقه روحها هكا كما راكم تشوفوا في الصوره. ومن بعد غادي نعاودوا نرجعوها لو سالادي، نغطوها مليح ونخلوها تخمر بعقلها في مكان يكون دافئ. ومن بعد غادي نجيب العجينه تاعي كي من بعد الاختمار، ونروح غادي نديغازيها كما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد غادي نحاول اني نحلها بالحلال. ومن بعد كما راكم تشوفوا غادي يعني السمك تاعها يكون شويه، على الاقل يكون يعني 1 سنتيمتر. ما لازمش تجي غليظه بزاف لانها غادي تزيد تنتفخ لنا كي نديروها في الفرن. هنا جبت لامبورط برياس تاعي اللي غادي ندير بهم الميني بيتزا. دونك درتهم كما راكم تشوفوا هنايا. هنا الشكل تاعهم يعني متوسط، ماشي كبير وماشي صغير كما راكم تشوفوا في الصوره. لكم الاختيار، نجموا ديروهم كبار، نجموا ديروهم صغار، ولكن كي يجوا متوسطين هكا يجوا يعني يجوا ملاح، ما يجوش يعني باسلين كما نقولوا هنايا. ومن بعد كنت ديجا وجدت في اني واحد كنت ديجا وجدت الصلصه تاعي نتاع البيتزا، يعني سبيسيال نتاع البيتزا. حطيت لي روندال تاعي تاع الميني بيتزا في ورق الطهي كما راكم تشوفوا على ورق الطهي هكا باش ما يلصقوليش دائما. ودائما انا ندير نتابع هذه الطريقه باش ما تغلبنيش كي يعني يطيبوا لنا لي ميني بيتزا. دونك حطيت لاصوص تاعي من الفوق كما راكم تشوفوا، والحشو يعني الفوقاني لكم الاختيار. انا هنايا درت لا فيوند اشي اللي كنت ديجا طيبتها من قبل، يعني طيبتها نص ماشي طيبه لانها غادي تزيد تطيب داخل في الفور بشويه نتاع بصل. ومن بعد ضفت لها الفرomاج غابي. لكم الاختيار، نجموا ديروا الفرomاج فونجوت، نجموا ديروا الفرomاج ان بورسيون، اي نوع من الفرماج الموتزاريلا ايضا تجي مليحه، اي نوع من الفرماج بغيتو. ومن بعد ضفت لها قليل من الزيتون من الفوق، زيتون خضر ولا زيتون كحل، لكم الاختيار. نجموا ديروا هذا الحشو ايضا بالطون، نجموا ديروا بالكروفات، نجموا ديروا بالفرماج فقط، فرماج لكات فرماج يجي بنين من الفوق. يعني نجموا ديروا شويه قليل من الكامونبير ولا من الفوق يجي بزاف، يجوا ايضا بزاف بنين. دونك فوالا حميت الفرن على 200 درجه ودخلتهم يطيبوا بعقلهم. ومن بعد اللي خرجناهم شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعهم، يعني يجوا ما شاء الله. طيبوهمش بزاف باش ما يبسولكمش، لانه عاده ما هادو لي ميني سالي كي يبردوا يتعجنوا ويولوا يعني كلاستيك كما نقولوا حنايا، ما يولوش بنان بزاف. دونك فوالا السر كله راه في طريقه الطهي. غادي نحل لكم وحده كما راكم تشوفوا هنايا يعني، وتشوفوا بعينيكم الوصفه بزاف خفيفه بنينه وهايله بزاف. اذا كانت هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. خليتكم في امان الله والى الملتقى.